السلام عليكم هواة ومربين الأزرق العراقي. تاريخ اليوم الثلاثاء 24/1/2023. طبعا رسميا فزت المسكي أطراف أخضر وأحمر، وزوج رماديات فحل، واحد أطراف أحمر وواحد أطراف أخضر. هذا المسكي وهذا الرمادي اللي تبعه بطراف الأحمر، وهذا بطراف الأخضر. يفتر المرات يجن يعني على البيت دقائق بعدين كل من على شغله من فضل الله، خصوصا الرماديات وعلى مالفتهن يعني حلو كل واحد بصوب يمشي. طيور حلوة يعني مقبنة ضمت راسها، لأن تعاملنا وياها بطريقة شوية استحدا يعني الله بترناها بالنسبة للرماديات. لذلك بلشن من وقت حتى ذيولهن ما بيهن 10 أيام، يعني أعمال ذيولهن أقصد ما بيهن 10 أيام. هاي طلع لهم المجموعة من الدشر، لأنه الأبتر لازم يكون أول تعامل وياه بدقة جدا يعني متناهية، لأنه راح يمر بتايم وطلعة وذن كلهن جدد عليه، لذلك أحيانا ما يتقنهن 100%، فاحتمال يعني حتى يؤدي إلى تغيير المنزال. فأول أيام لازم مراعاة هذا النقطة بالذات، بس يحفظ منزاله مرة 2 و3، يركز على منزاله، بعدين واحد يأمل من أجل. بعد تقريبا وقت منزالهن بدن يعني بدن حصرا. خلي المخط عليه. هذا بطراف الأخضر بعد يريد ينزل. اخوان ذني للتذكير يعني هذا الفيديو وإن دامت لنا الحياة ووفقنا به الله سبحانه وتعالى، من علينا بالتوفيق. نحاول بالنظير أيضا نسوي لهن مقطع كان فيديو نصور لهن، والتوفيق إن شاء الله يواكبنا في اليباس. بلكي يعني يبقى، بس أنا المسكي بي مجال يبقى، لكن الرماديات ما أعتقد. بالنسبة للرماديات بعد هاي العلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا بطراف الأحمر ما شاء الله ما شاء الله بسم الله، ضمة الراس. هذا زين الطرف الأحمر. يلا نزل. أنا كيف نزل هيك وقت بصراحة يعني ما يروحن. يريد ينزل ما يخالف، ولا يروح لتايم طو وبعدين يحتال بنفسه. شوفوا بالاطراف الاحمر طلع ولا يم الحج، لا كجه. هذا فوق انا بطراف الاحمر. تصوير شوية مرات تغوش الكاميرا. فمثل ما قلت اخوان ان شاء الله يعني بننزل الفيديو وبالياباس ايضا فيديو اخر، والتوفيق من رب العالمين. تحياتنا اخوان.